أحبابي، كيف أنتم؟ كيف أشكالكم وأرواحكم؟ أين كنتم؟ يا عدنا لكم من جديد بعد انقطاع طويل ومع هذا اللوك الجديد. ونحب قبل أن نبدأ بهذه الحلقة أن نشكر أخونا عبد الله الذي كان مديرا للقناة في 3 ولا 4 سنين الماضية، فشكرا له. والآن قد تنحى وسوينا له حفل اعتزال، نعم، في جزيرة قولولولو، وكان قد حضر كثير من الإنس والجن. وشكرا لكم وشكرا له على ما قدم، وجزاه الله خيرا. شكرا يا عبد الله، شكرا. أحبابي، ألم تسمعوا بالحديث الجديد؟ نعم، الحديث الذي قاله الشيخ العلامة آية الله ياسر الحبيب. ألم تسمعوا؟ إيش ماذا يقول؟ أن الشيطان عندما يأتي المولود ويكون يصيح بشكل كبير. فماذا يعني ذلك؟ أن الشيطان قد وضع السبابة في دبره فصاح. نعم، وفي ذلك أصبح ليس شيعيا وإنما ناصبيا وهابيا سنيا. نعم، أما إذا لم يصيح فهو شيعيا موالي كالحبحبة الذي قطعناها ذلك الموسم. نعم، وإن كانت فتاة ضع السبابة في فأصبحت بعد ذلك فاجرة والعياذ بالله. وتجدونها في مواصل تجدونها في مواقع التواصل الاجتماعي قد كتبت 30 جادة. نعم، نأخذ اتصال ونقول ألو يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. شلونك يا شيخ؟ أبيض إلا قليل. يا شيخ أريد أسألك يا شيخ، ما فهمت هاي الحديث. نعم يا شيخ، إذا دخل السبابة نعم صار سني. نعم يا شيخ لو دخل اصبع ثاني خنصر ولا بنصر يعني يصير نصراني يهودي. نعم هذا السؤال يا شيخ أريد تفضحه بس. نعم، إن شاء الله سنجيبك. اذهب واجلس محلك. أحبابي، إن هذا الرجل البليغ في الإثم عافانا الله وإياكم مما ابتلاه به قد سأل سؤالا قضيا، وهذا صراحة باختلاف الإصبع. قد يكون إصبع متين، إصبع صغير، إصبع نحيف، إصبع لا نعلم يا أحبة. ولكن إذا أدخل السبابة وقال المولود فمعناته أنه نصبي إلا قليل. وإن قال فهذا نصبي كبير إلا قليل، وإن قال فهذا نصبي إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وإن صاح صيحة كأن الحمار أكرمكم الله السامعين فقد أدخل إبليس رجله فيه أيضا كاملة. أحبابي، أحبنا نوضح لكم نعم أننا موالون وأن الشيعة هنا يمشون هكذا. نعم، نحن نحب نرضى بكم ونضبط لدينا في الحقيقة. إصبع صغير، إصبع كبير، إصبع متين، إصبع به شعر، إصبع فولاذي، إصبع لا أدري كيف شكله. أحبابي، أثبتنا لكم أننا دجالون كذابون. أحبابي، نريد أن نأخذ اتصال قبل أن ننهي هذه الحلقة. نعم، ألو. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ باختصار أريدك تدعي لي يا شيخ. نعم، دعوة مباركة يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يشفيك مما ابتلاه بك. أسأل الله عز وجل أن لا يبتليك وأن يعطيك خيرا ما. يا شيخ الله يغفر لك يا شيخ، أريد تدعي لي دعوة أن الله يعطينا الخير كله يا شيخ. نعم شكرا يا شيخ. شكرا. نعم، الله يهبها في وجهك. نعم. أحبابي، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. وإلى الدليل
وقناة أحمد المهدي سلام الله عليه. ولكن النواصب، وأرجو أن يفهم كلامي جيدا حتى لا يعمم على كل المخالفين، وإن كان الدليل الذي سأذكره الآن ظاهره أنه يعمم على كل مخالف، ولكن أنا لا ألتزم بذلك. أنا أحمل هذا النص الذي بأيدينا الآن أحمله على الناصب ولا أحمله على مطلق المخالف. النواصب فحتما يبتلون بهذه الأبنة. لاحظوا ما رواه العياشي عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما، يقول: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته. يكون واحد من الأبالسة يكون حاضر في وقت ولادة المولود لابد. فإن علم الله أنه من شيعتنا، إن علم الله أن هذا المولود من شيعتنا، حجبه من ذلك الشيطان. الله يحجبه من ذلك الشيطان، فلا يتمكن الشيطان من أن يطعن فيه أو يؤذيه. وإن لم يكن من شيعتنا، أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا. إذا لم يكن من الشيعة، الشيطان يجعل إصبعه في دبر هذا المولود حتى لما يكبر يكون مأبونا، أي يكون منكوحا. فإن كان امرأة، هذا المولود لم يكن ذكرا، فإن كان امرأة أثبت في فرجها، وضع إصبعه السبابة في فرجها، فكانت فاجرة. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه. أنتم لاحظوا بعض الأطفال لما يولدون يبكون بكاء اعتياديا، البعض الآخر يبكي بكاء شديدا ويتواصل ويكون واضحا. هذا اعلم أنه بسبب الشيطان على ما نطقت به هذه الرواية. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي أنه لو افترضنا أن الشيطان فعل هذا في هذا الذي لا يكون شيعيا، فإنه ليس ضروريا ولازما أن يكون منكوحا حينما يكبر، أو أن تكون هذه البنت تصبح فاجرة حينما تكبر. لماذا؟ لأنه قد يهتدي ويتشيع، فالله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله عز وجل يمحو هذا الأمر عنه فلا يصاب به. هذه الرواية ظاهرها أن هذا الأمر يشمل مطلق المخالف، أي مخالف، لأن الإمام عليه السلام يقول: إن علم الله أنه من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة. الجهة الأولى أن الباحث السني يعتمد على كتابي البخاري ومسلم، وعندما نرجع لهذين الكتابين فإن البخاري ومسلم صححا الروايات ليس من عندهما،
ليس من عندهما، وإنما كان تصحيحهما للروايات اعتمادا على كلمات علماء سبقوهما في هذا المجال كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم، كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم، كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم. كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم.